عصير ديال شنو واقع في الراب المغربي مؤخرا في حلقه كوكوطيه بالريحه ديال موسيقى الزنقه اللي كطيب على نيران هادئه. قلع الحلقه. نبداو باكتوبر. طوطو كان لونسا سيدي واحد ستوري كيقول فيها الروابا ما تلوحوش في اكتوبر، وانا جاتني هاد اللعيبه دي تاكتيك لعبوا لهم باش يخلي كلشي يلوح في اكتوبر ويلوح لهم غير دبلوماتيكو في الاخر ديال الشهر. وفي نوفمبر غيانونسي الميكس تيب ديالو. ماد لاح الالبوم ديالو سينسوس. اول حاجه غنهضروا عليها هي لافيش اللي فيها العين، والعين الا تعمقتي في الشوفه ديالك فيها هي واحد التجسيد ديال الكون كامل صغيور كاين في عيني. هادشي اللي كيعطي المعنى ان في ذاك الالبوم غادي نغوصوا في لونيفير ديال ماد. التكست ديال ماد كيعتمد على التكنيك ديال السهل الممتنع، كاع داكشي اللي كيتقال واضح، ولكن الا تعمقتي فيه غادي تلقى باللي راه حاجه فلسفيه اكثر وناقش بزاف ديال الافكار. ولكن اهم فكره هي ان التغيير كيبدا منك من الداخل ماشي من برا، واكبر صراع كيعيش الانسان في حياته كامله هي مع الايجو ديالو. وكاين بزاف الناس كيقولوا على ان التراكات ديال ماد هما فيهم الداركنس والديبرسيون وكاع هادشي. انا كيجيني العكس، الواحد ملي كيزيد يوعى كيولي سيريو اكثر. هذاك الشيء اللي كيخليك تحس انه حزين ومنعزل، ولكن هو لا راه غير مكتفي ذاتيا. تفلسفت في هذه الحلقه هذه. البيتس اللي تختاروا حسيت بهم فيتوريستيك، عرفتي كتسمعهم كتسمع بحال صوت الجالاكسي. من الالبوم ديالو لاح جوج ديال الكليبات. انا الياتوا غادي نختار اخر كليب له اللي كان مع سنور. النص الاول ديال الكليب غادي تلقى حتى الالوان مفتوحه وامور غادي مزيانه، كتحس بيه بحال شي رود تريب خارجين فيه واحد جوج عشران غاديين في ذاك الكار. ولكن النص الثاني ديال الكليب ملي غيدخلوا لديك الدارك سايد غيخليوك تدخل للجهه المظلمه ديال